في احتفال أعظم نادي في القارة وواحد من أعظم أندية العالم كله بمرور 100 سنة على تأسيسه، المارد الأحمر وزعيم أفريقيا وعم أندية القارة والقارات المجاورة، النادي الأهلي المصري بيلاعب نادي بنفيكا البرتغالي. وعشان ده أكتر فيديو اتطلب مني في كومنتات الفيديو بتاع الأهلي وروما، فتمام جدا يا رجالة، يلا بينا على الأهلي وبنفيكا. بس طالما بقى وصلك الفيديو اللي انت طلبته، ما تبخلش عليا باللايك والشير، وتتأكد كمان انك اشتركت في القناة هنا وفي باقي قنوات ولطاها، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. فنجان قهوتك الرايق، ويلا بينا عشان نبدأ. في غياب الحضري وبركات للإصابة وكمان إيقاف عماد متعب، دخل العالمي المخضرم مانويل جوزيه اللقاء بتشكيلة 3-5-2، أمير عبد الحميد في حراسة المرمى، وقدامه أحمد السيد وعماد النحاس وشادي محمد، وفي نص الملعب أحمد عادل وحسام عاشور وحسن مصطفى وأنيس بوجلبان وجilberto، وفي الهجوم فلافيو وعم الناس محمد أبو تريكة. يا جدعان على الإحساس وأنا بقول الأسامي يا جماعة، بجد اللي ما حضرش الأسامي التقيلة دي ما شافش كرة أصلا. الواحد حن جدا لأيام زمان والله. مع بداية الماتش دخل نادي المئوية التاريخية ضاغط وعاوز يسجل من بدري، وفعلا في الدقيقة 5 أحمد عادل بيعمل عرضية للأنجولي أمادو فلافيو اللي بيجيب ضربة جزاء للمارد الأحمر، بيدخل شادي محمد يخلي بيها النتيجة 1-0 من بدري جدا. بعد الجون ابو تريكة حب يجرب واحدة من بتوعه، لكن حارس بنفيكا كان فايق ومركز. فريق بنفيكا بقى لما شافوا ابو تريكة عمال يتدلع عليهم، الراجل فنتات وكعوب وكباري وحركات مروق عليهم على الاخر يعني. قالوا ايه يا جدعان، ما يصحش كده، هو انتوا جايبيننا تقلوا مننا ولا ايه؟ وطلعوا يحاولوا يعملوا اي حاجة. بس قبل ما تعرف عملوا ايه بقى، تعال نتفرج تاني وتالت ورابع على اللي عملوا فيهم ابو تريكة. فريق بنفيكا حاول وجرب مرة واتنين، لكن لا قدامه أمير عبد الحميد اللي بيزامل عصام الحضري. بيتعلم برضه على فكرة، الراجل بيطلع كورتين أصعب من بعض وبيخلي زمايله يلعبوا مرتاحين وهم عارفين إن وراهم أسد. فضل بقى الوقت يعدي لحد ما خلص الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر 1-0 على الفريق البرتغالي. مع بداية الشوط الثاني دخل الفريق البرتغالي يكمل الضغط، وزي ما الأهلي اتقدم بدري قوي في الشوط الأول، بنفيكا بيردوا بدري قوي برضه بس في الشوط الثاني، والنتيجة دلوقتي بقت 1-1. مانويل جوزيه بيقرر ينزل الشيخ أسامة حسني، الراجل المهاجم المجتهد المرزق اللي فجأة لقى لعيبة بنفيكا بيغلطوا قدامه. ووقتها بقى يا جماعة الأهلي كان معاه مهاجمين ما ينفعش تغلط قدامهم، مش زي بتوع دلوقتي يعني اللي بيقعدوا يضيعوا لحد ما يخلوا الفرق تركب فوقيهم. حاجة تزهق والله يا جدعان. تخيل كده معايا لو كرة عبد القادر في الدقيقة 2 ضد صن داونز كانت جات لأسامة حسني، كان زمان الأهلي متقدم 1-0 من بدري قوي وبيدور على قتل صن داونز ويخلصنا. لكن لا، ازاي يعني؟ لازم نتشل ونضيع ويدخل فينا جون ونقعد نجري ورا النتيجة، وفي الآخر نقول ده صن داونز ده ولا البرازيل يا جدعان، وهم والله أقل مننا بكتير وفي كل حاجة. ما علينا، خلينا في حلويات الشيخ أسامة حسني اللي بيرقص الحارس وبيجيب التاني للأهلي وبيرجع التقدم دلوقتي من تاني، لكن 2-1. بعد التاني يا جماعة ما حصلش جديد في الماتش، لا جديد في النتيجة ولا جديد في الفنيات والفنتات والحركات. أصل خلاص عم الناس أبو تريكة طلع وقعد على الدكة، والمخرج كل ما نزهق يقعد يعيد في لقطات ابو تريكة، والجمهور يهيص وتريكة يضحك والدنيا زي الفل. الحكم كمان وقتها لقى ملهاش اي لازمة للهري اللي على الفاضي. زعيم افريقيا عمل احتفالية مئوية رايقة جدا، ودلوقتي لازم يصفر ويعلن اكتمال حلاوة المئوية بالفوز 2-1، وتبقى بكده تاني هزيمة لبنفيكا من الاهلي بعد هزيمة سنة 62 3-2.
وبس على كده يا معلم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تتأكد انك عملت اللايك والشير، وتشترك كمان في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس يوصلك جديدنا اول باول. فولو للبيج بتاعتنا على فيسبوك، وبص على قناتنا الرئيسية، وبص كمان على قناتنا ولاد طه اجنبي، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. وسلام عليكم.